الحقيقة أنا زعلان جدا وحزين قوي. مش دي أبدا بلد الست أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب. يا ترى إيه اللي حصل؟ في وقت من الأوقات كنت بتلاقي حفل أضواء المدينة، وكان بيغني فيها وردة وفايزة ونجاة وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب ونجوم تانية كتير. تخيل انك كنت بتسمع كل دول في يوم واحد. اليوم ده الناس كلها كانت بتستناه وكأنه عيد بالنسبة لهم. العيون في الصالة كلها متسلطة على الستار، في شوق وحنين وانتظار. الفنانين دول عدى على وفاتهم عشرات السنين، ولسه أغانيهم عايشة بين الناس. والكلام اللي بقوله ده مش على الأغنية بس، ده على حاجات تانية كتير. بص مثلا على اللبس. زمان كنت تلاقي مطرب متشيك جدا ولابس بدلة، دلوقتي بيحصل حاجات غريبة جدا. حتى كلمات الأغنية بقت كلمات غريبة ومريبة، وسهل جدا انها تجرح اللي بيسمعها، خصوصا كلمات اللي بيسموها المهرجانات. راح فين الذوق العام؟ المشكلة بقى ان اللي بيسموها اغاني دي بقى عليها اقبال كبير جدا، ومش عارف ليه. انا عارف ان مع الوقت المفروض يكون في تجديد في الاغنية. يعني انا مثلا لما جيت طورت من ايقاع الاغنية ومن مدتها وخليتها اسرع وكمان اقل عشان تبقى خفيفة. كنت عايز كل الناس تغني. المطربين اللي قبلي كانوا بيغنوا ببطء وصعوبة، انا بقى لما جيت كان كل هدفي ان الناس اللي في الشارع تقدر تغني الاغاني اللي انا بقدمها لهم. بس عايز اقول لكم ان اللي بيحصل دلوقتي ملوش اي علاقة بالتطوير ولا التجديد. عادي جدا انك ممكن تطور وتجدد، بس ابعد عن الإسفاف وحافظ على الذوق العام. وكمان مهم جدا انك تحافظ على هوية الأغنية العربية. أنا لما كنت بختار كلمات الأغاني اللي كنت هقولها كنت بختارها بعناية شديدة جدا، وكمان كنت بغير كلمات أبيات كتير جدا من الأغاني، وده كان بياخد وقت طويل جدا زي ما حصل في قارئة الفنجان. وكنت كل ما أقدم أغنية جديدة كنا بنعمل عليها بروفات كتير جدا. حتى في أصعب أيامي لما كنت ببقى مريض ممكن أكون قاعد على كرسي متحرك، بس المهم البروفة. الفن عندي كان أهم حاجة وفوق أي حاجة. حاجة تانية عايز أقول لكم عليها. زمان عملنا أغاني وطنية وأغاني كل المناسبات زي عيد الأم وأغاني رمضان. الأغاني دي عايشة لحد دلوقتي وبتشغلوها في مناسباتكم، مع إنها من الخمسينات ومن الستينات. إزاي لحد دلوقتي محدش قدر يعمل أغاني جديدة للمناسبات دي؟ الكلام مش بس على الغنى، كمان في السينما. زمان كنت بتتفرج على الأستاذ فريد شوقي ومحمود المليجي وإسماعيل ياسين وغيرهم من الفنانين الكبار، وكانت بتبقى قصة بسيطة وأدوات التصوير بسيطة، ومع ذلك الناس كانت بتخرج من السينما مبسوطة. وكمان الأفلام دي لسه عايشة لحد دلوقتي، ده مع إن حاليا كل الإمكانيات موجودة في السينما، بس للأسف مفيش أي فيلم بيتعمل صح. أما المسرح كلكم طبعا عارفين وحافظين، 5 أو 6 مسرحيات كل عيد بتشوفهم، مفيش حاجة جديدة بتطلع. في النهاية بقى عايز أقول لكم الناس اللي بتسأل عبد الحليم رأيه إيه في المطرب ده أو ده، هجاوب عليكم بحاجة واحدة بس. عايز أقول لكم أنتم كمشاهدين ومستمعين المسؤولين عن اللي بيتقدم، لأنكم بمنتهى البساطة ممكن ترفضوا وممكن تقبلوا اللي بتسمعوه. يعني مثلا انتوا اللي عملتوا عبد الحليم وغيره من النجوم زي ما عملتوا ده، سهل جدا انكم ترفضوا تطلعوا اي حد تاني مش على المستوى. بمنتهى البساطة حضرتك ممكن تبص الجمهور ام كلثوم قاعد ازاي على المسرح، وبص الجمهور دلوقتي. وشكرا ليكم.